سلام، اليوم ما رانيش في داري، راني عند اختي. عرضنا جينا لنا وحبابنا اللي كبرنا على يديهم، ناس كبارات جاو من العمرة، درنا لهم العشاء. هيا تروحوا معايا نشوفوا واش درنا لهم. اول حاجه اللي حين نبداو بها وراح نشارككم بها هي الجاري الشوربه فريك ولا الجاري العنابي. كيفاش نديروه؟ احنا الجاري تاعنا نديروه باللحم هبره، يعني تاع المناسبات ولا تاع العرضات ولا تاع اي يعني عراس، يكون بالهبرة. هنايا أنا حطيت شوية تاع زيت في الكوكوط، وراح نحط شوية تاع سمن، مش ياسر سمن نباتي. علاه يجي الجاري تاعنا حنا بنين. جربوا الطريقة هذه البنات وراحين تنجحوا فيها. الجاري تاع النبات تاع الشرق راهو يجي غير لحم وفريك وحمص، يعني ما نديرولوش الخضرة كما يديروه في العاصمة ولا في الغرب ولا في الوسط. كما راكم تشوفوا هنايا راني عندي كمية نتاع اللحم، مادام رانا عارضين أكثر من 10 تاع عباد. أنايا هنايا راني درت كيلو ورطل اللحم كيما راكم تشوفوا من الفخذ تاع الهبرة. إحنا قبل ما نحطوا لي زيبيس واش نديروا؟ راح نقليو الجاري عفوا نقليو اللحم في هذاك السمن والزيت وحده. أنا شريت من الفخذ اللي ما فيهش الشحمة ياسر، يعني فيه كمية قليلة تاع دهون. نقليو اللحم حتى يتبدل اللون تاعو كيما راكم تشوفوا، ويسيب الماء تاعو هذا كامل ويعاود ينشف. نقليوها هنايا بلا ملح بلا فلفل كحل باش ما يسيبليش الماء تاعو اللحم ويجيني من بعد يابس الطياب. هنايا واش درت؟ حطيت شويه تاع دبشه، حطيت بصله خضراء راهو وقتها، وحطيت قرن تاع فلفل حار. عذرا على صوتي خاطرك راهو شويه راني مريضه. عفوا. نزيد نقلي هذيك الدبشة. هنايا البنات نقلي الدبشة والبصل والفلفل، راني من بعد عاد باش ندير لي زيبيس بعد ما تقلى اللحم وحده. حطيت الملح، احنا ما نديرولوش توابل ياسر وما نديرو لا راس حانوت لا حتى شي في الجاري تاعنا. نديرو الملح والفلفل الأكحل والقزبر مرحي، هذا مكان. هذا واش نديرو في التوابل نتاعنا. هنايا درت القزبر، هذاك راهو علاه درت خطرتين. أنا درت من الأول القديم ومن بعد هنايا في دار أختي أنا قالت لي: "لا أني شريت الملح جديد ديري جديد." عاود درت جديد، يعني هاذوكا ماهمش زوج توابل، راهو نفس القزبر، غير هي قالت لي ديري اللي شريته جديد ملحي الريحة تاعو ملاح. نقلي هنايا كيما راكم تشوفوا، نزيد نقلي لي زيبيس. اللحم راهو كيما قلت لكم في الأول مقلي، ومن بعد واش رايحين نديرو؟ بعد ما قليناه مليح نروح نرحي زوج كعبات تاع طماطم. شوفوا هنايا زدت قليته يعني تقريبا 5 دقائق أخرى نرحي زوج كعبات تاع طماطم بعد ما نغسلهم ونحي لها من القشرة. نرحيها ونحي الزراع. هذا هو السر تاع الجاري تاعنا. ونزيد نحط معاه مع الطماطم تاع الكعب تقريبا زوز مغارف مش معمرين ياسر نتاع الطماطم تاع الباطا، حتى هي نقلاها مع الجاري باش يجيني بنين. هنايا كي جيت وعرضنا الأحباب اللي جاونا في دار أختي، رايحين قُلت نشارك معاكم ولو يعني ما قدرتش نصوّر ياسر، خاطرش درنا لهم قهوة ومن بعد درنا لهم عشاء. باقي الفيديو راح نخلّي لكم صور وتشوفوا واش وجدنا واش حضّرنا. شوفوا كيفاش البنات هنايا بعد ما تتقلّع هذيك الطماطم مليح يعني وتسيب الزيت نتاعها. هنايا رايحين نجيو نمرّق بالما سخون. أنا كنت قبل حطيت الما يسخن. إحنا الجاري تاعنا لازم يتقلّى بالما سخون حتى ولا مش حتقفلي عليه في الكوكوط. ولا حتى راكي راح ديري لا كوكوط لازم نقليوه بالماء سخون. الجاري تاعنا البنات يتمرق مرة واحدة. هاد لا كوكوط تاع اختي راهي بالساعة. راح نريقلو شحال يطيب لي اللحم الخروف تاعي صغير ماهوش كبير، يعني اللحم طري. راح نحطها لمدة 15 دقيقة وراح يطيب لي اللحم قد سوا سوا. والحمص احنا رانا نديرو فيه الحمص. أنا بعد ما مرقت نروح ندير له الحمص
كمية صغيرة تاع حمص، ونقفل عليه الكوكوط ونخليه يطيب، ومن بعد ندير له قرن تاع فلفل حار. حنا نزيدو نقصوا له من بعد نديروا له الفريك، ونزيدو نقصوا له شوية تاع دبشة، ونديروا له شوية تاع نعناع مرحي. شوفوا البنات، هنايا بعد ما طابت، هنا بعد ما طابت نزيدوا لها قصة مليحة نتاع دبشة، ونديروا لها النعناع، ونديروا لها الفريك. الفريك انا رحيته يعني جبت الدقاق نتاعو باش يلبي لي الشوربه تاعي ولا الجاري تاعي. انا اللي بعد نظن بعد ما حطيت الفريك البنات، خاطرك راني قلت لكم مع هنايا جاو ورحنا وجدنا لهم. سمعنا واختي طيبنا قبل هذا، لا هذا هو اللي حطيت الفريك. طيبنا قبل العشاء يعني وجدناه باش نقعدوا نشربوا قهوه معاهم براحتنا. احنا كنا قلنا لهم نروحوا غدا خير ومن بعد نتقهواو يعني ويروحوا لا بكري. كاين اللي عندهم الظروف قال لك احنا ما نقدروش، عندنا قضيه الصباح ما نقدروش نجيو للغدا. قررت انا واختي نديروه لهم عشاء، يعني نطيبوا على بكري باش نقعدوا براحتنا، ومن بعد غير نسخنوا ونسربيو العشاء. ودرنا سهرة، زدنا سهرنا، ومن بعد روحوا. هذه هي. هنايا راني هذاك راهو دقاق، بصح من بعد راهو كلش هنا ما نزيدوش نقفلوا عليه، كي حطينا الفريك وحطيت قرن تاع فلفل حار. دركا نزيدو شويه تاع نعناع. حنا الجاري تاعنا يا البنات لازم يكون فيه النعناع، نغسلوه ونشفوه، ومن بعد نرحيوه ونخبوه. يعني الجاري تاعنا لازم يكون منعنع. هذا هو الجاري اللي طاب، نخليه يتلبي شويه ومن بعد يكون واجد نطفي عليه. هنايا راح نرجعوا نديروا تليتلي ابيض. زين نديروه حنايا تاعنا تاع النابه، كنت شاركته معاكم فيرميسيل على القناه بالبنادق. احنا كنزيدوا لها البيض ولا فيونداشي. احنا اليوم راح قررت انا واختي نديروا الجاري ابيض، ما نديروهش بالبنادق اللي هما اللي بول تاع الفيونداشي، خاطرش عندنا كميه ملاحه تاع الدجاج. انا حطيت شويه سمن، وحطيت شويه زيت مرقه بيضه، وحطيت الدجاج. كي عندي كميه مليحه ما حبيناش نديروا لا فيونداشي باش ما يجيناش ثقيل. حطيت عود تاع قرفة بما أنه أبيض. ندير الملح، ونديروا له الفلفل الأكحل، وندير له شوية تاع راس حانوت. لقيت أختي شارية راس حانوت مليح. أما حنايا في العادة رانا ما نديرولوش الجاري تاعنا الأبيض رانا ما نديرولوش توابل ياسر، يعني غير ملح وفلفل أكحل. هذا هو راس الحانوت اللي درته شوية يعني ما كثرتش. ونقلي هنايا الدجاج. كاين اللي حاب يديروا باللحم. حنايا الصراحة الدجاج والشخشوخة، عفوا الشخشوخة والتيتلي هذوما نديروهم بالدجاج محمر يعني في العراس، ما نديروهمش باللحم. غير ساعات التيتلي تاع الدار نطيبوه باللحم. انا بعد ما قليتهم شوية حطيت كراي مرقة بيضة تحب البصل. حطيت زوز بصلات كبار خضر هنايا، من بعد راني كي نجمر نصفي المرقة يعني باش ما يقعدش يبان هذاك البصل كعادة بصلة خضرا راهي تبان من بعد، حتى الطيب تبان كي نجمرو. كون جات هذيك البصلة المدورة ما نصفيش المرقة، نرحاها مليح ونقلبها. ومن بعد احنا كي نبداو نجمرو شفتوا هذا الثوم والبصل نصفيو المرقة باش يقعد لنا لاصوص صافية. اللي يحب يصفاها، كاين اللي ما يحبوش يصفاها، هذه ترجع لكم انتم، انا نعطيكم الفكرة وانتم ديروا فيها واش حبيت، تنوعوا واش تحب. انا درت سنة تاع ثوم، كما نعرفوا التليتلي راهو لازم يكون فيه الثوم. نقلي الدجاج هذاك كله في السمن مع عود القرفة
نغطي عليه نخليه يتقلى شوية. نزيد هنايا الحمص، كما نعرفوا التيتي كل لازم يكون فيه الحمص. ورايحين نمرقوا هنا باش نفور على الدجاج. نروح نوجد التليتلي تاعي هنايا. انا ما نعدتلكمش باش نطولش عليكم الطريقه تاع التليتلي، يعني كل وحده في الدار تعرف كيفاش التليتلي يفور. احنا نفوروه 3 مرات، وكل مره نرشوه بالماء، ونخلوا لاصوص تلبي ونجمروه بشويه تاع زبده. هذا هو التليتلي المتوسط اللي شريناه، ماشي توش هذاك الرقيق وماشي الخشين. ومن بعد نجمروه، نحطوه في عمارة نصفوا عليه المرقة ونجمروه كيما نجمروا المكرونة، يعني ولا ولا كيما نجمروا السباكيتي. يعني كل وحدة هاي تعرف التيتي زي ما هي طيب. هنا أنا بعد ما كملت طيبت الغداء، هنا راهي كانت عفوا طيبت العشاء. هنا كانت الساعتين قد قد، يعني الزوج قد قد قريبة حين يجيو الضياف. هذاك المقرود بريستيج اللي درته، رحت حطيته نعسل فيه. عسلته ودرت له شوية تاع جنجلانية. هو في الحقيقة مقرود الورقة، وأنا ما عنديش الطابع تاع الورقة، ما لقيتوش، مانيش عارفة ولادي وين داوه. وليت حضرته قلب. يعني هو الطريقة تاعو كيما تاع البراج، تحلوا العجينة الأولى، ومن بعد تحطوا الغرس بعد ما حليتوه في عجين في ساشية ولا في سيلوفان وحده، وتزيدوا تعاودوا تغطيوه تحلوا العجينة وتزيدوا تغطوه عليها زي البراج وتطبعوا. لكن الشكل تاعو ورقة يجيني أحسن. حتى القلب راهو جا باهي شوية، جا مليح يعني. أعجبهم الصراحة الضيافة، عجبهم حتى الشكل هذا، وجا هشوش هشوش وطريخ لها. هنايا بعد ما كملت المقرود هذاك حطيت كعك النقاش اللي دارته أختي والصابلي. درنا بسيطة حوايج تاع قهوة، وأختي دارت مسكوتشو تاع الشوكولا، وجبنا الكرواسون وشرينا الملفاي، هادو اللي حطيناهم مع الجو. حطينا ال- الملفاي مع الجو. وهاد لي جاتو لي الكرواسون جابوا معاهم الولاد الصغار اللي ما يحبش ياكل حاجه حلوه. حطيت الصابلي هنايا راني ندير له في السكر كلاصي، رشيت عليه السكر كلاصي باش نزينو بالمعجون، يعني درنا حاجه سامبل تاع قهوه اللي كيما اللي جايين هادو الضياف عندهم فيهم النساء كبارات، يعني ما يحبوش الحلويات حلوة ياسر. درنا المقرود والنقاش، الحوايج التقليدية اللي يحبوها النساوين الكبار كل هذه اللي يحبوها. ودرنا الصابلي يعني محبوب، الكبير والصغير، خفيف وهشوش، ما كانش اللي ما يحبش الصابلي. ومن بعد زينته بالمعجون، يعني في وسط الحفر هذوك درت المعجون. زدت رشيت شوية على كعك النقاش، شوية بركة تاع سكر باش يعطي له هذاك الشارم. يعني هكا بركة جاتني فكرة، يعني ماشي شرط انتم ترشوا عليه يعني السكر. عفوا. نزيد هنايا نحط الصابلي تاعي. اختي راح تتوجد في السنين، بعد حنخلي لكم الصور واش حطينا في السني واش درنا. سامحوني ما قدرتش نصور. كنت هنايا كملت عفوا، كملت البوراك. يعني وراه هدايا الصابلي رحت درت لي سيجار اللي درت فيهم بطاطا وفيون داشي، ودرت فيهم شويه طاباتي، ودرت فيهم بصله وشويه تاع هريسه ومعدنوس. درناهم سامبل خاطرش جاري باللحم، وطيبنا الاخر تليتلي بالدجاج. حبينا السيجار يكون خفيف.
كان بالفرماج، وبرك شوية تاع فيوند هشي ما كترناش. ودرت الحميص، الحميص كنت خدمته ليلة بقبل، رحت زيّنت الصحونة، درت لي زاسيات نتاع الحميص فيهم، زيّنتهم برك بالثون، اكتفيت بالثون. البوراك درت فيه حتى عفوًا الزيتون مقصوص رقيق، والّا ترحيوه في الروبو، صدقوني حيجيكم مليح، يعني في البطاطا ترحيو كمية تاع زيتون أخضر ديروها معاه، ولا حتى زيتون نكحل، راح يعطي له شي الأخضر ما يبدلش اللون تاع البطاطا. الكحل شوية بيغيّر لكم برك اللون تاع البطاطا. يعني درت ميلانج كامل باش كلاو بيه الشوربة. كنت حابة ندير لي ميني بيتزا، ما كفانيش الوقت، خاطرش كنت أنايا اللي نطيب، وأختي راحت وجدت الصالون، وجدت السني، وكانت هي طيبة غدانا، خاطرش هذا كان كنت نصور طوّلت باش نطيب، كنا قادرين نتغداو منه هذا الغدا. رحت دارت حاجة إكسبريس للولاد كيما جاو ولاد أختي. ما درناش السلاطة. السلاطة كان هاذوما اللي جايين قُلت لكم كبار نعرفوهم باللي ما عندهمش حاجة في السلاطة، يحبوا الحميص، اكتفينا درنا لهم الحميص، ودرنا البوراك. كل ما قُلت لكم كنت حندير لي ميني بيتزا، لضيق الوقت ما قدرتش نديرها، خاطرش راهي تسمى القهوة والعشا، يعني والميني بيتزا ما تقدريش توجديها في الليل وتخلّيها، لازم يعني تكون طيبة في نهارها. درنا الموجود المتوفّر، كيما قُلت لكم أتليت لي يتفوّر عادي كيما يتجمّر عادي ويتفوّر 3 مرات كيما نديروا ال نجمّروا المقارونة. كانت الهدف نتاعي إني نعطي لكم الشوربة تاعنا تاع الشرق زي ما نطيبوها. وكانت هذه العرضة نتاع اليوم تاع جيراننا وأحبابنا اللي عرضناهم، يعني فيهم نساء كبارات، يعني في مقام الوالدة ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. هنايا درنا لهم هاد الغدا لأنهم جاو من العمرة، عرضتهم أختي باش نقدّروهم يعني فرحنا بيهم كيما نهار اللي رحنا لهم إحنا العمرة تاعهم فرحوا بينا، ويعني كيما نقولوا هزونا فوق راسهم صراحةً. يعني هذه المودة، وربي يألف المودة والمحبة بين عباده، وتكون الرحمة إن شاء الله يا ربي. هذه هي هنايا راني عاودت برك الصورة اللي هذه دخلت لي فيديو في هذا في هذا كيما قلت لكم كنت نصور، ما نشفاش على مش كيما نصور وحدي في الدار. هنايا كاين ولاد صغار، يعني هاذوما جابوا عرايسهم وكانت ولاد أختي تاني، غدينا تاني الولاد، ولاد أختي هاذوما الصغار. كيما راكم تشوفوا هنايا رانا نخدموا في وسط فوضى عارمة، يعني كيما نقولوا، يعني مزية هاد الأبليكاسيون اللي راهي ما تخليش هذاك الmouvement يبان. طريقة الصابلي، وإن شاء الله إلا عجبكم الشكل خلّوا لي كومنتير، ولا تاع النقاش ولا مقروض بريستيج راح نحاول إن شاء الله إلا خدمتوا كوموند. أنا هنا درت كمية صغيرة برك على جال الضياف، راح نشاركه معاكم في القناة، ديروا في العيد حتى نشري، خاطرش الطابع نتاعي تاع الورقة كيما قلت لكم راني ما لقيتوش، حتى نشريه إن شاء الله. هنايا أخواتي، هذا هو الشربة، هنايا السني نتاع العشا، حطينا الشربة هذاك هو الجاري نتاعنا، هذا هو البوراك سيجار اللي كنت درته، وهذا الحميص. هذه الصور يسمى الفيديو ما قدرتش ندير فيديو، يعني نصور كانت الباتري طاحت لي. هذه الصور نتاع العشاء اللي درناه، هذاك كيتي بعد ما جمرناه وحمرنا الدجاج، وهذا الشربة كيما راكم تشوفوا، والحميص. الخبز راهو كان في صينية واحدة أخرى حطيناه، هنايا راهي الصينية تاع القهوة هذه، وين حطينا القهوة، وهذيك المسكوتش اللي دارتها أختي بالشوكولا، ودرنا الجو. هذه هي الصور اللي تعبر على واش وجدنا معاكم اليوم. شاركت معاكم هذا الروتين تاع الحباب اللي درنا لهم اليوم. التصوير نتاعي ما كانش كامل، عذرا على التصوير. شاركت معاكم بعض اللقطات واش حضرنا، ان شاء الله يا رب يكونوا نال الاعجاب تاعكم، واخديتوا فكره
وتكونوا إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى ووصفات أخرى، ونوعدكم بصور أخرى إن شاء الله. أنا نقول لكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فرجة ممتعة، ونتلاقاو في فيديو واحد آخر بحول الله. سلام.